يا رجاله اللي كان بيحلم بيه الرئيس السيسي من 10 سنين بقى على الابواب. جيش عربي موحد بقياده مصريه والنائب سعود، ومصر جاهزه ب 20,000 جندي يقودوا القوه دي واللي جربت فين. امبارح في اجتماع مجلس الامن مندوب اسراء هدد قطر، قالوا لهم قدام العالم كله لا تطردوا الحركه لان نيجي نطردها احنا. ايوه يا عمده، طب ومندوب قطر رد عليهم وقال ايه؟ اقول لك ما ردش اللي رد عليهم مندوب مصر، وقالها قدام الكل: امن قطر من امن مصر، وامن العرب كلهم من امن مصر. راحت على طول قطر اعلنت قمه عربيه اسلاميه يوم الاحد، واللي هو سمير فرج بيقول ان في القمه دي متوقع يوافقوا على قوه عربيه مشتركه يكون قائدها مصري ونائبها سعود، وكل دوله عربيه تقدم اللي عندها. يعني الرد الجاي هيبقى عربي مش فردي. وكمان جريده وول ستريت جورنال بتاكد ان الهجوم على قطر قلب الموازين كلها وخلى العرب يجهزوا لتحالف دفاع موحد. الخلاصه في 3 اشارات واضحه: تهديد من اسراء اترد عليه بتهديد من مصر، قمه عربيه عاجله، بالاضافه لتحليل عالمي من اكبر جريده في امريكا. كل ما يقول دلوقتي ان الجيش العربي الموحد بقى اقرب من اي وقت عدى. كده يا رجاله مش فاضل غير دورنا احنا، كله يوحد هاشتاج جيش عربي موحد، وعن نتن وترامب وفي دماغه شيروا له وابعتوا له.